احنا لو فتشنا ورا كل واحد هنلاقي له فيديوهات كتيره قوي. فيعني مفيش داعي ان احنا يعني اللي ربنا ستره ما يفتحوش العبد. دي نقطه. النقطه مش في الفن المصري بس، ما هو عند العرب كتير وعند المصريين كتير وعند اوروبا كتير وعند كل الناس كتيره. والله اللي بيحترم نفسه، واللي بيخاف من ربنا يخاف من ربنا، وربنا بيسامح حتى لو كان الانسان غلط. يعني انا مش فاهم انا ايه السكاكين اللي مرفوعه على البشر دي. يعني الناس بتحاكم مين على مين؟ إيه؟ من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. في كمان في انطباع كمان اتاخد عن المنتجين والمخرجين اللي هم يعني ما بيطلعوش البنات الجداد الا لو غلطوا معاهم. هقول لسيادتك هذا الانطباع موجود في اوروبا، موجود في امريكا، موجود في هوليود. هذا الانطباع لانه طابع انساني. يعني ايه طابع انساني؟ انا النهارده عندي ضعف انساني، الضعف الانساني ده ممكن يجي لي انا وانا منتج وانا مخرج وانا مؤلف وانا رئيس دوله وانا اي حاجه. طبع الانساني ده غريب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الهمها فجورها وتقواها. الفجور قبل التقوى في النفس البشريه. قد افلح من زكاها. الجدع اللي ذكي في نفسه الحته الحلوه. انا ما اقدرش امسك خطا عند بشر، خطا ده خطا منذ بدء الخليقه. بنتكلم في ايه؟ ده كل البشر خطاء وخير الخطائين التوابون.